انت تعبان مش عارف ليه، بتحس ان في حاجة ناقصاكوا ومش عارفين ايه هي. الجواب مش في انك تاخد اكتر، الجواب في انك تطلق اقل. الجزء الاول، المشكلة النفس هي المصدر. يا جماعة كل واحد فينا بيشتكي من التعب والهم والضيق، بس لو فكرنا كويس هنلاقي ان مصدر كل ده نفس واحدة، هي نفسنا احنا. النفس دي جعلها الله مجمع الرغبات، تريد وتشتهي، تنازع، تحزن، تخاصم، وكل ما أعطيتها طالبت بأكثر. ده مش عيب فيك، ده طبيعة النفس. بس السؤال، هتفضل عبد للنفس ولا هتبقى حر؟ الجزء التاني، الحل، الخروج عن النفس. الخروج عن النفس مش معناه انك تتخلى عن حاجاتك او تعذب نفسك، معناها انك تسقط سطوة النفس عليك. لما النفس بتسكت الباطن بيهدى، ولما الباطن بيهدى بتحس بحاجة تانية خالص، بتحس بنور جواك، ونور الروح المتصلة بملكوت الله سبحانه وتعالى. الجزء الثالث، ما يحدث بعدها. لما الروح بتنكشف من غير حجاب النفس بتبدأ تشاهد وتتعرف على ربها، وده اللي بيملي القلب بالمعرفة بالله. مش معرفة فكرية، معرفة قلبية حقيقية. الثقة انك تسكن لمراد ربك حتى لو مش فاهم كل حاجة. التعلق بعظمة الله وجنابه الكريم. الجزء الرابع، الوصول. ولما الإنسان بيرسخ في عبوديته لله الرحمن بيوليه بعنايته ورعايته، وتيجي اللحظة الراحة الحقيقية مش في بنك ولا في منصب ولا في علاقة، هي في اللحظة اللي بتخرج فيها من نفسك وتدخل في ربك. لو الكلام ده لمسك اشترك في القناة وشاركه مع حد تحبه ممكن يحتاجه.